أنا قلت إنك نسيتني والله ومش هتعرفني لما رن عليك. كنت عايز منك خدمة. في قرية عندكم اسمها الرحايا. أيوة أسمع عنها، مالها دي؟ جالي منها رسالة غريبة شوية. بنت بتقول في بيت هناك محدش يقدر يدخله، وبتحصل فيه حاجات مش طبيعية. هاي يا ابن اللذينة، وانت لسه قاعد بتدور على الحاجات دي؟ يعني ناوي تروح؟ بص وراك. ايوه، الفضول قتلني وانا قررت خلاص، وهيني بحضر الشنطة. خلاص مستنيك، مش هسيبك تروح لوحدك. اول ما توصل رن عليا هتلاقيني مستنيك. الطريق كان طويل، بس الكلام بيني وبين عادل كان مريح. فضلنا ندردش طول السكة لحد ما قربنا من القرية. الهوا برد فجأة، كأننا دخلنا مكان ميت من سنين. الناس واقفة في الشوارع، عيونهم كانت متعلقة بينا. عادل همس في ودني وقال لي: شايف النظرات؟ محدش بيقرب من